أهلا حبيباتي والسلام عليكم. اليوم موضوعنا على حاجة حساسة بزاف في حياتنا اليومية ومقلقتنا بلا ما نحس، المصروف والادخار. بزاف من نساء وخاصة ربات البيوت واللي راجلها هو اللي يخدم ويصرف تلقاها تقول كيف ندير باه نوفر والشهرية ما تكفينيش. ولكن يا اختي، التوفير ماشي مربوط بالمبلغ بل بالعقلية والطريقة اللي نصرفوا بها. اول حاجه لازم نبدلوها هي نظرتنا للمصروف. ماشي لازم يكون عندك دخل كبير باش توفري. راه كاين اللي يخلص 10 ملايين وما يقدرش يكمل الشهر، وكاين اللي عندها 2 ملايين والله يبارك عليها مرتاحه. والسر هو في النظام والعقليه. ديري في بالك كل دينار نوفره اليوم هو راح ليا غدوه. اول حاجه نصيحه راح ننصحك بها، جيبي كراس صغير وسميه كما تحبي، مثلا سميه دفتر مصروفي واكتبي فيه كل شيء، واش ندخل وواش نخرج. ثاني حاجه تقسيم الراتب بطريقه سهله وبسيطه. مثال شهريه تاع 3 ملايين نديروا لها تقسيم تقريبي. انا مش راح نقسم لك الشهريه ولكن نعطيك تقسيم تقريبي وانتي قسمي على حساب المبلغ اللي عندك. مثلا 40% مصروف يومي اللي هي الخضرة الحليب الخبز. مصروف الأولاد نخصص لها مثلا 1,200,000. 20% فواتير والتزامات كالكهرباء والماء والانترنت نخصص لها 600,000. 15% ادخار للطوارئ، مثال الدواء الطبيب إصلاحات مفاجئة للمنزل نخصص لها 450,000. 15% للأهداف، مثال نشري طابلة جديدة، هاتف جديد، مشروع صغير نخصص له 450,000. 10% للراحة، خرجة بسيطة، قهوة ولا أي شيء نفرح به نخصص لها 300,000. طبعا النسب تتبدل حسب حالتك انتية، ولكن الفكرة تبقى تقسيم واضح. ثالث حاجة كيفاه نوفر من الحاجات اليومية، مثال الخضر والفواكه. بدل ما نروح السوق الصباح نروح العشية. علاه؟ لأنه العشية راح تقعد الخضرة للخضار والفاكهة ويبدا لك يدي فيها بسعر شوية ناقص فما تقعدلوش وتخسر. نروحوا لللباس. اللباس استغلي الصولد وشري نوعية ماشي كمية. مثال كي تشري لبسة بزاف ونوعيتها رديئة راح تتقطع ثمثم تغسليها غسلة زوج خلاص. ولكن كي تشري قطعة ولا زوج وتكون كاليتي نتاعها مليحة راح تدوم لك عام عامين على حساب. نروحوا لمواد التنظيف. هنا نعطيك نصيحة انك تشري بالجملة. مثلا نشري 5 لترات جافيل ارخص من اني نشري كل مرة قرعة. نشري قرعة كبيرة من سائل غسيل الملابس ولا سائل غسيل الاواني تكفيني شهر ولا شهرين، نوفر في الثمن وزيد مشريش كل سمانة. ونقدر ثاني نصنع خلطات في المنزل، خلطات تنظيف الزجاج ولا اي حاجة. كاين بزاف خلطات يتصنعوا في المنزل. نروحوا للاكل. الاكل ديري قائمة اسبوعية وتهناي، شوفي افراد العائلة تاعك، شوفي مش يحبوا ياكلوا وخصي قائمة في الاسبوع على حسب واش يحبوا افراد العائلة تاعك ياكلوا. هكا توفري في المصروف وتتهناي من الضياع. رابع حاجة حطي هدف بسيط، كل شهر نوفر مثلا 500,000. في العام راح تجمعي 6 ملايين. واش ممكن ديري بيهم؟ تشري قطعة ذهب مثلا للحبة لويز، ولا ديري مشروع صغير في الحلويات في الخياطة، اي حاجة تقنيها تقدري ديري منها مشروع صغير. خامس حاجة ادخار جماعي مع روحي. نتحدى روحي كل شهر، مثلا في الأسبوع الأول نوفر 100,000، الثاني 150,000، والثالث 100,000، والرابع 150,000. وهكذا راح تشوفي روحك تتحمسي وتتحدي نفسك وتحسي بالفخر كي تشوفي المبلغ تاعك بدا يكبر. وهنا المبلغ خصي المبلغ اللي يكفيك انتي وعلى حساب شهريتك انتي. سادس حاجة واش نديرو بالدراهم اللي وفرناهم. اولا قسم الطوارئ خليه دايما محفوظ ما يتمسش. قسم الراحة ديري بيه حاجة اللي تفرحك ولو كانت صغيرة. قسم الاستثمار اشري حاجة تنفعك غدوة
كتاب، دورة، حاجة لمشروعك. وفي الأخير باش توفري ماشي لازم تعيشي محرومة، لازم تعرفي الفرق بين التبذير والتوفير. كوني ذكية وعاقلة وعارفة باللي كل دينار تخبيه اليوم يديك للأمان غدوة. خلي شعارك يكون نعيش بالقليل ولكن بذكاء وقلب مرتاح. ربي يبارك في رزقكم ويجعل بيوتكم مليئة بالبركة والهناء. وإذا عجبكم هذا النوع من المواضيع ما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس به يوصلكم كل جديد. وخليوا لي تعليقاتكم وتجاربكم مع التوفير، نحب نقرأ آراءكم ونتعلم من بعضنا. سلام من القلب.